طول اليوم ما ارتحناش وفي آخر اليوم ما أنجزناش. الله عليا حكمتك يديك. أنا كنت بعاني من الموضوع ده كتير قوي، أبقى قاعدة بشتغل طول اليوم وما عملتش أي حاجة في اليوم غير الشغل أو المذاكرة، ما خرجتش ما اتفسحتش ما عملتش أي حاجة، وفي آخر اليوم أعتبر ما أنجزتش أي حاجة. مش علشان المذاكرة أو الشغل صعبين أو محتاجين مجهود كبير أو أنا حاطة ديدلاين غير واقعي، لأ، علشان أنا مش عارفة أخلص اللي ورايا، يعني مش عارفة أنجز. وكأي مشكلة بتواجهني في حياتي لازم أقرأ ليها وأحاول أفهم بتحصل ليه وأعالجها إزاي، وده اللي هقول لكم عليه النهارده بعد ما الحمد لله عرفت أعالج المشكلة ديت. فحابين نبدأ. كنت بعمل إيه غلط يخليني أقعد أشتغل تقريبا 10 ساعات وفي آخر اليوم ألاقيني ما أنجزتش حاجات تخلص في 4 أو 5 ساعات بالكتير؟ أبقى قاعدة أشتغل مثلا وافتكر إن أنا في ميل مردتش عليه، أسيب اللي في إيدي واروح ارد على الميل وارجع تاني، وبعدين افتكر ان انا الفرخه بتاعه الغداء ما طلعتهاش من الفريزر، اقوم اطلعها وبعد كده اقعد اكمل شغل. كل شويه مخي يفكرني بحاجه، اسيب اللي بعمله واقوم وافضل اقنع نفسي انه عادي، دي دقيقه، دي 5 دقايق. بس المشكله اكبر من كده بكتير. ايه المشكله؟ اني كنت بعمل حاجه اسمها تاسك سويتشنج، يعني اسيب التاسك اللي في ايدي اقوم اعمل حاجه تانية وبعد كده ارجع للتاسك تاني. وهنا المشكله الحقيقيه، لان المخنا بيحسبوا حاجه اسمها context switching cost، يعني كل مره بسيب الحاجه اللي بعملها وارجع لها تاني المخ بيدفع تكلفه علشان يرجع لنفس مستوى التركيز تاني، كانه بيلود من اول وجديد، بيحمل يعني. وفي دراسة من جامعة كاليفورنيا بتقول إن الشخص بيحتاج تقريباً 32 دقيقة عشان يعرف يرجع تاني لنفس مستوى التركيز اللي كان عليه بعد كل انتربشن أو مقاطعة. ومش بس كده، ده كل نوع تاسك أو كل مهمة بنعملها مختلفة بتحتاج جزء مختلف من المخ علشان يهندلها أو يتعامل معاها. يعني المخ وهو بيطبخ مثلاً بيحتاج أجزاء منه تشتغل غير الأجزاء اللي بتشتغل وإحنا بنذاكر، فكل مرة بننقل بين مهام مختلفة في طبيعتها المخ بيحتاج يعيد تهيئة نفسه من أول وجديد، وده بيجهده أكتر. ويا سلام بقى لو بالمالتي تاسك، زي مثلا إن أنا أمسك الموبايل وأنا في سيشن أو بحضر كورس المفروض أركز فيه، أو أرد على ميل وانا في ميتنج واقنع نفسي ان انا مركزه في الاتنين. مخنا مش مهيأ انه يركز في حاجتين في نفس الوقت، فيا عيني حبيبي علشان يعرف يعمل ده بيعمل ايه؟ بيركز مع كل تاسك لوحدها عدد صغير من الثواني وبعد كده يرجع للتاسك التانية، يفضل يتنقل بين الاتنين. وده بقى بيعمل حاجة أسوأ بكتير في مخنا اسمها continuous partial attention. حبة بحبة المخ بيتعود ان ده طريقة الشغل الطبيعية، ده الطبيعي، ما احنا قاعدين نعمل كده معاه لنا سنين، فبيبقى لوحده كل 5 دقايق عايز يسيل اللي في ايده ويقوم يعمل حاجة تانية حتى لو احنا ما بنعملش حاجة. طيب الحمد لله انا فهمت ايه المشكلة عندي، اعالجها ازاي؟ اعالج ازاي مشكلة التركيز ديت والالحاح اللي بيبقى جاي من مخي ان انا كل شويه اسيب اللي في ايدي واقوم اعمل حاجه تانية؟ هنعالج الموضوع ده يا جماعه بطريقه حرف النون. 8 حاجات سهلين وبساط نعملهم كلهم بيبتدوا بحرف النون، هيساعدونا اننا نحل الموضوع ده. اول نون معانا نون نفضي. اول اليوم نبدا باننا نمسك ورقه وقلم ونعمل حاجه اسمها برين داون، يعني نفضي دماغنا على الورق، نكتب كل الافكار والخواطر اللي بتيجي في دماغنا على ورقة زي ما هي، من غير تنسيق، من غير تخطيط، من غير أي حاجة، يعني زي ما الفكرة بتيجي في دماغنا أو زي ما مخنا بيقول لنا نكتب. 10 دقايق بس مش أكتر. ده تدريب هيفضي دماغنا ويساعدنا إننا نقلل الدوشة، الأفكار، المقترحات، الصراعات، وحاجات كتير قوي محتاجة تتفضى. ويبقى ورقة وقلم، مش نكتب على الموبايل، بلاش نعافر مع الموبايل، نمسك الموبايل نكتب عليه أفكارنا ونعمل برين دوت، ينتهي بينا المطاف إن إحنا على التيك توك. فضينا اللي في دماغنا، نيجي بقى لنون رقم 2،
نون، نحدد 3 حاجات بالكتير محتاجين نشتغل عليها النهاردة. ما تبقاش ليست من هنا لآخر الشارع نكتبها عشان نشتغل عليها، لأ، 3 حاجات ماكسيموم. لو حطينا تارجت أو حاجات كتير غير واقعية مخنا هيحس بالصعوبة وهيقاومنا واحنا بنشتغل. فنحدد أولوياتنا وتبقى منطقية وقليلة على قد ما نقدر. فضينا اللي في دماغنا وحددنا أولوياتنا. نيجي بقى لنون رقم 3، نون نرتب. قبل ما نقعد نشتغل على حاجة مهمة أو حاجة محتاجة تركيز عالي مننا، نرتب المحيط بتاعنا أو المكان اللي احنا هنقعد فيه. 10 دقايق كده، ربع ساعة، نرتب ونلملم الحاجات اللي حوالينا، أو لو مش هنعرف نعمل كده مع المكان كله، على الأقل الحاجات اللي هتبقى قدامنا واحنا بنذاكر أو في محيط عينينا واحنا بنذاكر نبقى مرتبينها. دي مش نظرية أمي اللي حطاها علشان تخلينا نروق البيت، ده كلام علمي مثبت محتاج فيديو لوحده. ليه بقى لازم نرتب المكان اللي احنا فيه؟ كل حاجة بنشوفها مش في مكانها بتبعت إشارة لمخنا عن الحاجات اللي محتاجة تتعامل. يعني مثلا لو أنا قاعدة بذاكر أو اشتغل وفي غسيل قدامي هناك أهو محتاج يتطبق ومش متطبق، فأنا كل لما أقلب عيني كده رايحة يمين وشمال، كل لما عيني تيجي على الغسيل مخي هيفكرني إن شايف الغسيل اللي هناك ده محتاج يتطبق. وكل لما الحاجات دي تزيد، كل لما الإشارات اللي بتتبعت لمخي تزيد. فكل لما أقلب عيني مخي هيتلقى إشارات ويفكرني بيها حتى لو أنا مش شايفة ده، هو شايف الحاجة وبيعمل لها بروسيسنج. طيب رتبنا المحيط بتاعنا، نيجي بقى لنون رقم 4، نون نجهز. يعني أجيب كل حاجة بحتاجها جنبي وقت المذاكرة أو الشغل. يعني مثلا كوباية الشاي بتاعتي، إزازة المية، ورقة وقلم، الحاجات اللي هذاكر أو أشتغل منها. أجيب كل حاجة بحتاجها علشان ما نجيش أذاكر مخي يفكرني أنا محتاج أشرب، قومي هاتيلي أشرب، إحنا نسينا نجيب الورقة والقلم. لأ، قبل ما أقعد أذاكر أبقى مجهزة الحاجات اللي بحتاجها جنبي وجايبها كلها من قبل ما أبدأ، ما عدا ابن الحلال ده الموبايل. وده يجيبنا لنون رقم 5، نون نبعد. الموبايل الحلو الجميل ده نبعده عننا، نحطه في أي حتة عينينا ما تبقاش شايفاها، حتى لو عاملاه سايلنت وحلقاه على وشه كده. مجرد إن عيني شايفاه مخي هيفضل يلح عليا إن امسكه وسكرول ونضيع وقت. الموبايل سايلنت وفي حتة بعيد عني، في الشغل يبقى في شنطتي، بذاكر يبقى في أوضة تانية، المهم ما اشوفهوش، ولو ينفع ما اسمعهوش يبقى يا ريت. طالبة اوردر ومستنياه ومش عارفة تعملي التليفون سايلنت، يبقى على الأقل اقفلي النت عشان ما يجيلكيش أي نوتيفيكيشن فمخك يتشتت ونسمع صوت نسيب اللي في ايدينا ونمسك الموبايل. او حتى لو ما عملناش كده مخنا يفضل يلح علينا ويركز مين بعتله ايه وما يركزش في اللي بنعمله. طيب انا هيأت البيئة وقعدت اشتغل وحطيت التليفون في حتة بعيد، مخي عمال يلح عليا ان اسيب اللي في ايدي واقوم. فده يجيبنا لنون رقم 6، نون نفهم. اوقات كتير قوي مخنا بيلح علينا اننا نسيب اللي في ايدينا ونقوم ويفكرنا بحاجات تانية عشان هو ملان أو زهقان أو عاوز دوبامين رخيص سريع من اللي احنا بناخده من السوشيال ميديا، من الأكل اللي مليان سكر أو دهون غير صحية. فهو عارف إن في طرق تانية للتسلية واحنا يا عيني مقعدينه مخليينه يشتغل أو يذاكر يعمل حاجات مملة. فهو يعمل إيه؟ يقعد يجيب لنا أفكار يمين وشمال وحاجات يفضل يقنعنا انها مهمه واننا لازم نسيب اللي في ايدينا دلوقتي ونقوم نعملها. عامل بالظبط زي العيل الصغير اللي عاوز يوم يهرب من المذاكره. فاحنا نعمل ايه علشان احنا ناس عاقلين وعاوزين مصلحتنا؟ نقاوم الشعور ده ويكون جنبنا ورقه وقلم نكتب فيها الحاجات اللي مخنا بيحاول يفكرنا بيها. وفي اخر اليوم خالص بعد ما نخلص خالص كل اللي بنعمله نقوم نشوف الحاجات دي نعملها كلها على بعضها أو نشوف إيه اللي ينفع يتعمل منها وإيه اللي يتأجل. طيب عملنا كل ده
ولسه مخنا بيلح علينا اننا نقوم ونسيب اللي في ايدينا، او مش مخلينا مركزين في اللي بنعمله. فده يجيبنا لنون رقم 7. نون ندرب كل الحاجات الغلط اللي احنا عمالين نعملها، ادت ان مخنا يبقى مش مندرب ومش متعود انه يقعد يركز، وعاوز كل 5 دقايق يغير السياق او يغير الحاجة اللي بيعملها. ده الخبر الوحش. بس الخبر الحلو ان زي ما مخنا اتعلم واتدرب على عدم الانضباط وعدم التركيز، ممكن يرجع يتعلم ويتدرب تاني على الانضباط والتركيز. بس ده ما بيحصلش فجأة، ده بيجي بالتدريب. أولا نقعد فترات من 25 ل 30 دقيقة أقل حاجة، نقعد من غير ما نقوم، نعمل اللي في إيدينا من غير ما نسيبه، ما نغيرش التاسك اللي في إيدينا مهما حصل. وبعد الوقت ده ناخد بريك. في البريك ده بقى نعمل إيه؟ نعمل أي physical activity، يعني نعمل أي حركة. أسوأ حاجة نعملها في مخنا وقت البريك ده إننا نمسك الموبايل. هنمسك الموبايل، مخنا هيفرز دوبامين سريع رخيص، فهيستفز مخنا، هنبقى مش عاوزين نقعد تاني نكمل مذاكرة. الهدف من البريك ده إن احنا نرجع طاقتنا الذهنية تاني، مش إن احنا نستهلكها أكتر. مش عارف تتحرك، قوم اقف واقعد تاني، اتمشى، نروح نعمل كوباية شاي ونيجي، بس ما نمسكش الموبايل. ومع الوقت نبدأ نزود المدة ديت بالتدريج. الفكرة مش إننا نقعد نركز 3 ساعات على بعضها، الفكرة إننا نعلم مخنا إنه يقعد ويركز ويكمل الحاجة اللي في إيده. وكل مرة بنقاوم رغبتنا إننا نقوم ونسيب اللي في إيدينا وتقاوم الملل، إحنا كده بندرب مخنا على إن هو يقعد ويركز. آخر وأهم نون معانا نون نغذي. في مقولة كده كلنا عارفينها، كانت مكتوبة في كتاب العربي من ورا: العقل السليم في الجسم السليم. المقولة دي مش كليشيه، دي صح جدا. أهم حاجة البنزين اللي بنديه مخنا، في اتصال مباشر ومهم ووثيق وقوي بين البنزين اللي بندخله لجسمنا أو الحاجة اللي احنا بناكلها وطاقة مخنا وقدرته على التركيز. يعني ببساطة المخ مش بيشتغل لوحده، هو محتاج بنزين عشان يعرف يشتغل ويكمل. ومش لازم نبقى ماشيين على نظام صحي صارم زي اللي ميسي ماشي عليه مثلا، بس على الأقل وقت الامتحانات، وقت المذاكرة، وقت التركيز، وقت الشغل، بلاش أكل تقيل ناكله من هنا وننام من هنا. يعني مثلا بلاش طعمية، بلاش مكرونة بالبشاميل وبانيه، بلاش مثلا حلويات من السوبر ماركت، بلاش برجر وبطاطس مقلية. أكل خفيف متزن يخلينا نعرف نركز ونخلص اللي ورانا. أنا كده خلصت، بس قبل ما نمشي حابة أقول لكم 3 حاجات. 1، التركيز دلوقتي ما بقاش رفاهية، خصوصا في وجود ال AI. الشغل النص نص ده بقى ال AI يعرف يعمله. القيمة الحقيقية بقت الإنسان اللي بيعرف يفكر بعمق ويركز. 2، أوقات كتير قوي قلة تركيزنا بتكون جاية من رغبتنا في إننا ننجز حاجات أكتر، فكل شوية بنبقى عاوزين نسيب اللي في إيدينا ونروح نعمل حاجة تانية عشان نحس إننا أنجزنا حاجات كتير، فنفضل نجري من حاجة لحاجة، مع إن الحقيقة شغل أقل بجودة أعلى أحسن بكتير من شغل أكتر بجودة 3. للأسف نمط قلة التركيز مش بس بيبقى في الشغل أو الدراسة، ده بيسحب معانا لباقي جوانب حياتنا، وبنلاقي نفسنا مش عارفين نركز لا في صلاة ولا في عبادة ولا حتى وإحنا قاعدين مع الناس. علشان كده لما نتعلم نركز، إحنا بس مش بنحسن شغلنا ومذاكرتنا، إحنا بنحسن كل جوانب حياتنا. لو وصلتوا لحد هنا يبقى عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي.